طيب سريعا انا اسمي طارق، شغال في المجال ده. هو المجال ده اصلا طلع له تسميات كتير على مر الزمن، بس لما ابتديت انا في 2010 كان زمان اسمه اي ماركتنج، معرفش كان حد موجود ساعتها. وبعدين بقى ديجيتال ماركتنج، وبعدين بقى ديجيتال، وبعدين بقى جروث ماركتنج، وبعدين بقى جروث، وبعدين بقى جي تي ام. بس في الاخر انا خبرتي في الماركتنج عامة. بشتغل في المجال ده بقالي أكتر من 15 سنة. 13 سنة منهم في الوطن العربي، يعني عامة من جي سي سي مينلي. وأنا حاليا راننج ايجنسي اسمها بلو بنسل. الايجنسي احنا بنشتغل مينلي مع شركات البي تو بي، مينلي البي تو بي تك اللي عندهم سوفت وير بيبيعوه لشركات تانية، بس بي تو بي عامة يعني. وبنساعدهم ان هم يزودوا يكبروا البايب لاين بتاعهم، وبيلد براند، ويزودوا مينلي ان هم يكبروا البايب لاين بكلوز ديلز يعني. ودي بعض البراندز اللي اشتغلت معاها. يعني الرينج بتاع البراندز اللي اشتغلت معاهم هو بيرينج من شركات كبيرة زي ديل مثلا، وشركات ستارت ابس زي مثلا ادم دوت اي اي او جيم بول. انا عايز اقول لكم ان الشركات الكبيره بصراحه الشغل معاهم مش ظريف خالص. الناس كتير بتحب ان هي تبقى تشتغل عندها لوجوز كبيره، بس بصراحه الشغل احلى مع الستارت ابس، لان الشركات الكبيره عندها بروسس معقده يعني. مفيش فلكسبيليتي قوي. حبيت اشير معاكم برضه بعض الكيس ستاديز سريعا. دي كيس ستاديز من خلال الايجنسي، يعني الشغل اللي اشتغلناه. آم، في واحده من الشركات اللي شغال معاهم هم ادم تي اي، كان generated a pipeline of 730K. وهم عرفوا يكلوز منها حوالي 260 ألف. هم الاي سي بي بتاعهم كان حوالي I think 80,000. كان في شركة تانية في insurance technology insurtech، generated pipeline ب 500 ألف دولار. وشركة تانية ماركتنج سوفت وير generated pipeline ب 150K. البلاي بوك اللي هنتكلم فيه النهارده، او الشغل اللي هنتكلم فيه النهارده، هو mainly آه، pretty much نفس البلاي بوك اللي اتطبق في الحالات دي، يعني في الكيس ستاديز اللي احنا بصينا عليها يعني كده. سريعا كده عن نفسي، انا بعيدا عن الماركتنج والحاجات دي، انا بلعب جيتار طول عمري يعني. وال 15 سنه اللي فاتوا كنت كان عندي فرقه في دبي، ولعبنا في حفلات كتير، لعبنا في كل حته. انا قبل ما امشي من مصر كنت بلعب في مصر كمان، يعني كنت بلعب في يمكن في كل حته في مصر لعبت زمان. وبعدين لما جينا دبي عملنا بقى عملنا ألبومين ثلاثة كده، ممكن حتى تلاقيهم على سبوتيفاي يوتيوب. وعملنا حفلات كتير كبيرة يعني. دي حفلة كنا عملناها كان في أظن دي كانت بون جوفي. وكان في حفلة تانية برضو عملنا في أوبننج لستينج، و 25 ألف واحد بيتفرجوا على الحفلة دي. أنا هنا كنت لابس زعبوط على راسي. زمان ده كان من زمان قوي، ده 2016 أظن أو 2017. كان ساعتها ما بحبش صلعتي، بس انا دلوقتي بقيت فخور بالصلعه، ما بقتش ما بقتش بخبيها خلاص. وهنا ساعتها فاكر كانوا ايجيبت توداي، ما اعرفش لو حد بيقرا ايجيبت توداي اصلا، ما اعرفش حد لسه بيقرا مجلات ولا لا، بس كانوا حطوا بعت لهم على فيسبوك ومحطين صورتي على المجله عندهم ونشروها امي طبعا فرحت جدا، جابت بتاع 15 نسخه منهم وحطاهم عندنا في البيت. بس انا دلوقتي ما بعملش اي حاجه من الكلام ده كله. انا حاليا قاعد بغير خفاضات يعني، الحمد لله. بس تمام، كلها مراحل الحياه. طيب احنا عايزين سريعا كده انا احنا نستخدم التول دي خلال السيشن النهارده. فلو رحتوا على slido.com وحطوا الكود ده. اوكي، انا هنستخدم التول دي عشان بس شويه تمارين كده سريعه يعني في خلال السيشن النهارده. خلينا نحط ممكن حتى هنا لو عملتوا سكان للكيو ار كود هيكون اسهل لكم يعني. فانتوا عندكم يا اما تسكان بالكيو ار كود من التليفون، يا اما تخشوا على slido.com وتحطوا الكود ده. اوكي. فعايزين اول سؤال بس عشان نميك شور ان الناس كلها عرفت تخش على التول. سؤال بس، مش عايزين خناقات. اوكي. مين بيشجع مين؟ اهلي، زمالك، ولا بيراميدز؟ اظن بيراميدز ماشي حلو ولا ايه؟ اصل انا مش متابع خالص، بس انا قلت اوكي. أنا بس حبيت اجس النبض اشوف الوضع ايه هنا. حلو. انا اصلا مشجع لسه على اسماعيلي. والله انا كنت عايز احط اسماعيلي، تصدق؟ وما قلت يلا صح، احطه المره الجايه. خلينا نزلوا درجة نعتبر تانية يا باشا. خلينا نعتبر انه بيراميدز هو الاسماعيلي، بيراميدز هو اي حاجه غير اهلي وزمالك، خلينا نقول.
اوكي، خلينا نحاول على قد ما نقدر نخش كلنا على الكيو ار كود هنا، عشان هنستخدم نفس الأداة دي هنستخدمها في حاجات تانية بعدين في السيشن. اوكي تمام، خلاص اهلي مستحوذ زي الفل. تمام. انا ابويا بس الوحيد هو الزملكاوي في الاسره عندنا، بس انا مش متعصب خالص، فانا لو قاعد لو ما قاعد في قاعده بتاعت زملكاويه هكون زملكاوي يعني، مش مشكله. ما عنديش اي مشكله. طيب تمام، احنا في عندنا فرص تانية انكم تخشوا على الكيو ار كود، مش شكرا على المشاركه. تمام، احنا النهارده السيشن هتكون شويه دسمه يعني، هحاول على قد ما اقدر نغطي كل الحاجات، بس وبرضه هحاول انه ما اتكلمش بمصطلحات معقده يعني، هنخلي الموضوع كده ايه حبي وخفيف وكل ان شاء الله يفهم يعني، بس هتكون دسمه ان شاء الله السيشن يعني كده. خلينا اسالكم سؤال كده. احنا كان في اول اوت باوند ايميل كامبين، اول حمله بتاعت تواصل اوت باوند من خلال الايميل، اللي مسجله يعني تاريخيا، كانت في 1978، وكانت اتبعتت ل 400 بروسبكت. تمام. كانت اتبعتت من واحد كان بيشتغل في شركه بتاعت هاردوير، شركه بتعمل كمبيوترز وهاردوير وكلام من ده، بس في سنه 1978 بعت 400 واحد. تفتكروا قد ايه طلعوا ارباح من الايميل كامبين ده؟ ولا في حد إيه؟ في حد طموح حاطط مليون؟ انا برضو عايز بس اقول لكم انه اللي دخلوا على جوجل دلوقتي أو ده سالوا اي اي عن الاجابه، انا عارفكم، انا عارف كل واحد فيكم. تمام، هي الاجابه اتليست ده اللي مسجل عندنا يعني، هو انه كان 13 مليون دولار. ده الارباح اللي طلعت منها. طبعا احنا عايشين في زمن مختلف جدا دلوقتي. احنا دلوقتي لو عرفنا نطلع 13 دولار من ايميل مبعوث ل 400 واحد يبقى كتر خير الدنيا يعني. بس طبعا الوضع اختلف تماما. آم، واحدة من الحاجات اللي عايزين قبل ما نخش في التفاصيل احنا بس نوضحها، هي طبيعة الاوت باوند عامة. لو رايح لشركات صغيرة ولا رايح لشركات كبيرة. تمام، احنا لو عندكم شركة دلوقتي عايزين تستهدفوا، عندكم منتج او خدمة والجمهور بتاعكم هو مكون من شركات صغيرة، طريقة الاوت باوند او خلينا نقول طبيعة الاوت باوند تكون مختلفة جدا عن لو الجمهور المستهدف بتاعك هو مكون من شركات كبيرة، يعني كل شركة فيها مثلا 1000 موظف وانت طالع. تمام. فمهم ان احنا نكون عارفين طبيعة الموضوع عامل ازاي في الناحيتين. اوكي، فخلينا نبص على بعض الفروقات في الفئتين. بالنسبة للشركات الصغيرة، احنا عادة لو انتوا عندكم الجمهور هو مكون من شركات صغيرة، غالبا هيكون مثلا الجمهور فيه ممكن 10000 شركة مثلا، كل شركة مكونة مثلا فيها 10 20 موظف حاجة زي كده. ففي الحالة دي بيكون انتوا عندكم إمكانية انكم تبعتوا فوليوم اكبر بكتير في الاوتريتش بتاعكم. تمام، يعني انتوا ممكن تبعتوا الاف الرسائل في الشهر شهريا. تمام. وده عادي يعني هيستوعب، لان انتوا الجمهور بتاعكم مكون من عشرات الالاف من الشركات. بس في حاله الانتربرايز اللي هو الاستهداف الشركات الكبيره، انتوا ممكن الليسته كلها على بعضها تكون مكونه مثلا من 500 شركه فقط. طبعا كل شركه كبيره جدا بس هم فقط 500. فاحنا بنتكلم انه السندنج فوليوم بتاعكم كاوت باوند هيكون فوليوم اقل بكتير، ممكن عشرات المسجات في الشهر. اخركم هتكون مثلا 100 200 في الشهر، ده بالكتير يعني. فده بيكون ليه تبعيات في السيت اب عامل ازاي، الادوات اللي هتستخدموها الى اخره. نعم. واحده من الحاجات برضو اللي بتاثر هي في الموضوع ده الفوليوم بتاعكم، هو قد ايه في حجم للتستنج. اوكي، انتوا لما تكونوا بتبعتوا مئات او الاف الرسائل في الشهر، فعندكم فرصة أكبر إنكم تعملوا تيستنج. يعني ممكن أتست الصيغة دي بتاعت الرسالة مقارنة بالصيغة دي، أو الابروتش ده ممكن الابروتش ده والطريقة دي، ففي مجال أكبر للتيستنج. ولكن في حالة الفوليوم الصغير، طبعا مفيش مجال قوي للتيستنج، فالموضوع بيكون شوية أقل، لأنه إحنا مهم في موضوع التيستنج ده إنه يكون فيه حجم كافي. تمام، إن هو يكون بيمثل السامبل يعني اللي إحنا بنستهدفه. الحاجة التانية برضو كمقارنة، إنه في حالات الشركات الصغيرة عادة بيكون الناس اللي هتوصل لهم الرسائل اللي بيشتغلوا في شركات صغيرة ما بيكونش عندهم سبام فلترز معقدة قوي. تمام، يعني أنا مثلا لو بشتغل في شركة مكونة من 10 أشخاص،
عملنا مثلا ايميل على جيميل او ايا كان، لما حد بقى يبعت لي ايميل، احنا كشركه مش حاطين بقى حصن من السبام فلترز ان هو عشان يمنع الاوت باوند. معظم الاحيان هيكون الموضوع ابسط بكتير، في حين الانتربرايز بيكون عندهم موضوع معقد اكتر بكتير، لان هم شركات كبيره، فالناس اللي بتحاول توصل لهم بيكون في استهداف بشكل اكبر، فبيكون عندهم heavier spam filters. فطبعا ده بيمثل او بيشكل ممكن صعوبه سنه في ازاي انك توصلوا بالظبط للاشخاص دي. الحاجه كمان موجوده في الفرق هنا، انه الشركات الصغيره بيكون القرار ان هم يستخدموا المنتج او الخدمه بتاعتكم قرار لحد ما سهل وهين، مش حاجه معقده قوي، لان هم غالبا هيكون في شخص واحد او اتنين هم اللي اصحاب القرار في الموضوع. بس في حاله الانتربرايز، الشركات الكبيره، انتوا ممكن يكون عندكم هيئه مكونه من 7 أو 8 اشخاص، كلهم عندهم كلهم الى حد ما عندهم رأي في الموضوع، او محتاجين هم كلهم يقرروا مع بعض اذا كانوا هيشتروا المنتج او الخدمه بتاعتكم ولا لا. تمام؟ فطبعا ده بيخلي السيل سايكل اطول ومعقده اكتر. ونقطه كمان، واحده من الفروقات، طبعا في فروقات كتير بس دول خلينا نقول اهمهم، هي فكره انه في الشركات الصغيره انتوا مش مهم قوي يكون البراند بتاعكم معروف لل... للشخص اللي هيشتري، على قد ما ان انتوا تكونوا بتقدموا حاجه فعلا بتساعدهم في شغلهم. يعني انا لو صاحب شركه صغيره، لو طلعت لي تول اول مره اسمع عنها بس بتحل بالظبط المشكله اللي عندي، مش مهم قوي ان انا اكون عارف عن البراند يعني خلاص هدفع، لانه غالبا اصلا هيكون الكوست مش عالي قوي. بس في حاله الانتربرايز مهم قوي موضوع انه لما شركه كبيره تقرر ان هم يستخدموا تول او يصرفوا على تول، بالذات لو التكلفه بتاعتها مش صغيره، ده قرار كبير. فلازم ان هم يكونوا، يعني فكره ان هم يكونوا عارفين عن البراند بتاعكم بيبقى ليها أهمية أكبر من في حالة الشركات الصغيرة. طبعا الأوفر ستيل مهم، ولكن فكرة الفاميلياريتي أو الألفة، أو إن أنتوا يكونوا البراند بتاعكم مألوف ليهم، دي آه، مهمة جدا، ليها أهمية كبيرة في الانتربرايز. مفهوم تاني برضو مهم لازم نحطه في الاعتبار قبل ما نخش في تفاصيل الموضوع، إنه فكرة إن أنتوا كشركة، وده بينطبق في الانتربرايز بالذات كمان أو في الاس ام بي، بس خلينا نقول الانتربرايز أكتر، إنه أنتوا كشركة لما بيكون عندكم جمهور لسه مكون من 1000 شركة مثلا، أم، في أي وقت، في أي لحظة هتلاقوا إنه أو يعني at any given point in time هتلاقوا إنه نسبة صغيرة من الجمهور ده هم اللي عندهم حاجة ماسة للمنتج بتاعكم، أو إن هم عايزين يحلوا المشكلة اللي المنتج أو الخدمة بتاعتكم بتحلها. تمام؟ اللي هم بنسميهم الان ماركت بايرز. الان ماركت بايرز دول هم الفئة أو الشريحة من الجمهور بتاعكم اللي عندهم حاجة ضرورية إن هم يحلوا المشكلة اللي أنتوا بتحلوها. لو أنتوا مثلا عندكم سوفت وير بتاع محاسبة، اكاونتنج سوفت وير مثلا، مين الناس من الفئة الجمهور بتاعتي اللي هم فعلا عايزين يحلوا مشكلة في المحاسبة عندهم دلوقتي. تمام؟ ولكن هتلاقوا إن معظم الجمهور بتاعكم هم اوت ماركت بايرز، هم الناس يعني ممكن يشتروا منكم في المستقبل، بس مش لازم ان هم يكون عندهم حاجه ماسه دلوقتي. تمام؟ فدول بنسميهم اوت ماركت بايرز. فهي الفكره ان انتوا عايزين يكون عندكم سيستم يكون مرن، ان هو يقدر يخاطب الناس 5% اللي عندهم حاجه ضروريه دلوقتي، وكمان ما ينساش بقى ال 95% من الناس اللي ما عندهمش حاجه ضروريه دلوقتي بس ممكن يبقى عندهم حاجه في المستقبل. لان ال 95% دول هم يعني هم دول اللي هيجيبوا لكم فلوس في الشهور والسنين اللي جايه. تمام؟ فانتوا مهم قوي الناس دول تظهروا لهم وتبنوا ألفة معاهم، يعني تخلوا البراند بتاعكم مألوف ليهم، او تبيل فاميلياريتي معاهم، عشان لما يجي الوقت ان هم عايزين يحلوا المشكله اللي انتوا بتحلوها تكونوا انتوا الاختيار الاول. تمام؟ لان هم شافوكوا كذا مره قبل كده وعارفين عنكم. تمام؟ ف... فاحنا عايزين المكنه بتاعتنا تعرف ان هي بطريقه سلسه انها تحدد لي مين من ال1000 شركه مثلا، مين فيهم اللي ان ماركت، مين فيهم اللي عندهم حاجه ضروريه للمنتج او الخدمه بتاعتي دلوقتي، والناس اللي ما عندهمش حاجه ضروريه ازاي ان انا ابني البراند بيلدينج ده معاهم. أوكي؟ طيب خلينا اتكلم كده سريعا على موضوع قد ايه الخدمه او المنتج بتاعكم او انتوا كاشخاص او الفاليو بروبوزيشن بتاعكم قد ايه مألوف للجمهور بتاعكم. النقطه دي مهمه. وخلينا نتكلم عنها من ناحيه يعني بعيدا عن الماركتينج والكلام ده كله، خلينا نتكلم عنها من ناحيه انا كانسان يعني. تمام؟
خلينا نبص على البروسبكت او الشخص اللي هو صاحب القرار في الجمهور المستهدف عندكم ده. خلينا نقول برضو احنا لسه في نفس المثال بتاع شركه، عندنا سوفت وير بتاع محاسبه، واحنا عايزين نستهدف مثلا مدير المحاسبه في الشركات ما اعرفش ايه في السعوديه، تمام. الشخص ده صاحب القرار ده، لو جينا نبص عليه كده في حياته عامه، لو جينا نرسم زي مسار او سبيكتروم للفاميلياريتي او للحاجات اللي مألوفه للشخص ده في حياته عامه، اوكي، هنلاقي انه لو جينا نبص على الناحيه الشمال خالص هي اكتر حاجات مألوفه، وعلى الناحيه اليمين هي الحاجات اللي اقل ألفة للشخص ده، اوكي. الناحيه الشمال غالبا اكتر حاجه مألوفه للشخص ده هو اهله، غالبا صح، مراته وابوه وامه وعياله ايا كان. لو جينا نخش على الحاجات اللي مألوفه شويه اقل، ممكن يكونوا اصدقاء المقربين. بعد كده ممكن لو بعدنا اكتر ممكن يكونوا مثلا ناس جيران، او مثلا ناس زملاء في الشغل. لو رحنا اكتر على اليمين ممكن يكونوا مثلا ناس مشاهير بيتبعوهم فبيكونوا مألوفين ليه. انتوا عايزين تسألوا نفسكم السؤال ده. انتوا ك كصاحب بقى شركة بتاعت محاسبة بيحاول يبيع للشخص ده، انتوا فين على المسار ده بالنسبة للشخص ده؟ طبعا غالبا على اليمين خالص، يعني انتوا غالبا لو الشخص ده عمره ما شافكم وما يعرفش اي حاجة عنكم، انتوا غالبا على المسار الألفة ضعيف جدا في الآخر خالص على اليمين، تمام. فهي السؤال هو انه ازاي انا كصاحب شركه او بتاع مبيعات او ايا كان، ازاي ازق نفسي للشمال على مسار الفاميلياريتي ده بالنسبه للبروسبكت، اوكي. ازاي اخلي نفسي شويه مألوف للبروسبكت ده، بحيث ان هو يكون لما يحصل تواصل معاه يكون عنده فكره عن انا مين، بعمل ايه، ايه المشكله اللي بحلها، الفاليو بروبوزيشن بتاعي الى اخره، أوكي؟ فلو جينا نبص على من رؤيه عليا كده واحدة من الطرق اللي أنا شفت إن هي بتشتغل كويس للشركات اللي عايزة تستهدف الشركات الكبيرة. الابروتش عامل ازاي بتاع الجي تي ام؟ احنا عندنا اول خطوه خالص على الشمال هنا فوق هي فكره ان احنا بنحدد مين بالظبط الشركات ومين بالظبط اصحاب القرارات جوه كل شركه اللي احنا عايزين نتواصل معاهم في الاخر، أوكي؟ فاحنا بنسمي ده، هنقول ده التارجت بروسبكت ليست، ومين الباينج كوميتي جوه كل شركه من دول. فمثلا let's say بنحدد عندنا مثلا 500 شركه، وجوه كل شركه حددنا بالظبط مين الخمس ست اشخاص اللي هم اصحاب القرار يعني. الخطوه اللي بعدها احنا عايزين نعملها، احنا لسه مش هنتواصل ولا هنعمل اي حاجه، كل اللي عايزين نعمله ان احنا عايزين نبني الاثوريتي بتاعتنا، تمام، او الثوت ليدرشيب بتاعتنا، تمام. ايه الاثوريتي والثوت ليدرشيب؟ من الاخر كده انا عايز اقول للناس دول ان انا جامد في شغلي ان انا بحل مشكله معينه، وان انا خبير في الحته دي، تمام. فلو رجعنا تاني للمثال بتاع سوفت وير المحاسبه، انا لو حددت دلوقتي ان في 500 شركه او في الاشخاص جوه الشركات دول هم اللي عايز اهدفهم، انا عايز كل واحد من دول يشوفوا الخبره بتاعتي، اوريهم الخبره بتاعتي بشكل من غير ما ابيع، يعني انا بس بوريهم، بحط محتوى بوري قد ايه انا جامد في الحته دي يعني، اوكي. فده اللي هو بنسميه الثوت ليدرشيب. الثوت ليدرشيب دي هنعملها ازاي؟ هنعملها بيزد على اشخاص معينين جوه الشركه، مش الشركه بتاعتنا كالعلامه التجاريه، ولكن انا كطارئ مثلا. يعني انا لو بشتغل في نرجع تاني مثال شركه المحاسبه او السوفت وير بتاع المحاسبه، انا الفاوندر، انا عايز اوري الناس دول انه طارق خبير في الحته دي، تمام، وطارق عنده authority وبيعرف، فاهم الموضوع يعني. فانتوا اول خطوه هتحددوا مين الناس اللي عندكم في التيم اللي هيقوموا بالدور ده. عاده بيكون الفاوندر صاحب الشركه او السي او، ممكن يكون شخص في المبيعات، ممكن يكون شخص في التسويق، يعني ايا كان، بس المهم ان الشخص ده يكون خلاص ديديكيتد ومركز في الحته دي، اوكي. فاحنا عايزين انه يبقى في ثوت ليدرشيب بتظهر لاصحاب القرارات دول بشكل مستمر. وبعدين عايزين المكنه دي برضو في نفس الوقت الخلفيه تعمل تتبع او تراكنج لاي مؤشرات للنيه، اوكي. مؤشرات النيه، انا بطلع بمصطلحات مش موجوده على فكره انا هي اسمها انتنت سيجنالز، بس انا بالعربي ممكن نقول عليها مؤشر النيه، اللي هي فكره الانتنت سيجنالز دي. هنتكلم عنها بتفصيل دلوقتي اكتر، بس هي ببساطه هي فكره انه انا عايز اشوف لو في اي حد من الشركات اللي عايز استهدفها دي او الاشخاص عايز استهدفهم، لو في اي حد فيهم عمل اشاره او مؤشر ان هو عنده نيه انه يحل مشكله انا بحلها، او عايز ان هو يتواصل معايا او ايا كان،
انا عايز اتتبع ده، عايز يبقى عندي سيستم بيعرف ان هو يتراك الموضوع ده بشكل تلقائي يعني. بعدين اخيرا هي فكره بقى الاوتريتش. يعني شوفوا الاوتريتش جاي فين، جاي في الاخر خالص. يعني فكره ان احنا نريتش اوت لحد جايه بعد كل من الحاجات دي كلها بتحصل. ساعتها بقى بنعمل الاوتريتش للاصحاب القرارات دول في الوقت الصح. اوكي. ده كده الموضوع من رؤية عليا. بس لو جيتوا تبصوا على، لو فصصنا كل واحدة فيها هتلاقوا إن في مشاكل بتحصل في كل خطوة من دول. كيف أنا هوريكم ال- المشاكل المعتادة اللي الشركات عادة بتعملها، الكومن ميستيكس في البروسيس دي كلها. اوكي. أول غلطة الناس بتعملها هي فكرة تحديد أصحاب القرارات جوه الشركة أصلا كبداية، اللي هو فكرة إن إحنا نبني أصلا الليستة في الأول. إنه عادة اللي بيحصل، أو مش عادة، في بعض الأحيان اللي بيحصل إنه بيكون عندنا ال- صورة أصحاب القرارات مش مكتملة. تمام. فمثلا بنروح على واحد أو اتنين فقط أصحاب قرارات، وبنسقط اتنين تلاتة اللي هم برضو ليهم دور في الموضوع. يعني مثلا let's say ممكن أروح أنا على مدير المحاسبة، الأكاونتنج، بس أنسى مثلا حد بتاع البروكيورمنت مثلا. اوكي. ما اعرفش procurement بالعربي اسمها ايه بقى، باجي اعرفها دي. المشتريات. مشتريات بالظبط. او مثلا انسى بتاع الماليه وكده. ففكره ان يكون incomplete اصحاب القرارات مش مكتملين، او ان انا ما اعرفش افهم بالظبط خلينا نقول فكره البين بيرسونا بين ميس ماتش. دي فكره، الفكره دي هوضحها سريعا بس هنتكلم عنها بعدين اكتر. هي فكره انه انا لو عندي مثلا ثلاث اصحاب قرارات في شركه واحده، واحد بتاع مدير المحاسبه، وواحد تاني بتاع المشتريات، ومثلا صاحب الشركه السي او، خلينا نقول كل واحد من دول عنده رؤيه مختلفه للمشكله اللي هم عايزين يحلوها. تمام. او كل واحد عنده دخله مختلفه للمشكله اللي احنا عايزين نحلها. فاحنا مهم قوي نعرف ازاي اخش لده وازاي اخش لده وازاي اخش لده. ما ينفعش يعني مش عايزين نروح لنفس الثلاثه بنفس الرساله او نفس الصيغه يعني. فاهم؟ فدي اول مشكله ممكن تواجهنا، او غلطه ممكن تواجهنا في الموضوع. تاني هو انا خطوه هي انا فكره. بس عندي انبوت هنا، اه اتفضل. ان انا اخلي المسج بتاعتي او الدخله بتاعتي ريليفنت للكي بي اي بتاعه، لان غالبا السي او الجنرال مانجر او السي اف او بيبقى عنده بريوريتيز غير الناس اللي في البروكيورمنت او في الماركتنج او كده. ده بيبقى ليه ناريتيفز انسر ليه او بين بوينتس انسر اتكلم فيها عن حد تاني في اداره تانيه. 100%. 100%. فدي اول غلطه شائعه. تاني غلطه شائعه بتكون فكره انه لما باجي احدد بقى دلوقتي انا عندي الليسته بتاعت اصحاب القرارات دول، ان انا ما بعرفش اظهر لما كنا بنحكي عن موضوع الخبره بتاعتي، ما بعرفش اظهرها للليسته كلها، او اتليست نسبه كبيره من الليسته. يعني اللي بيحصل ايه، ان ممكن في بعض الناس يبتدوا يحطوا محتوى مثلا على لينكدين، ولكن نسبه الوصول للليسته كلها تكون مثلا 10% فقط من الليسته كلها، هم اللي بيشوفوا محتوى فعلا. ففكره انه poor visibility across البروسبكتس كلهم. غلطة تانية هي فكرة إنه ناس كتير لما بيفكروا في موضوع إن أنا أنشر محتوى عن الخبرة بتاعتي في اللينكدين، إن هم بيكونوا متحمسين في أول كام أسبوع أو شهرين ثلاثة، بعدين الموضوع بيموت بعدها. تمام. ففكرة إن مفيش استمرارية في المحتوى والثought ليدرشيب بتاعي، دي يمكن من أكبر المشاكل اللي بتواجه الناس. الغلطة اللي بعدها الشائعة برضه هي فكرة إنه أنا مفيش عندي تتبع بشكل صحيح للمؤشرات النية اللي اتكلمنا عنها في موضوع الانتنت سيجنالز ده. مش مفيش تراكنج بشكل صحيح يعني للموضوع ده. آه، واخر نقطة هي فكرة ان انا ما عنديش منهجية ل... لان انا اقول من ال 500 شركة دول مين فيهم اللي فعلا عنده نية عالية او هاي انتنت، او ان انا بحاول اني بوك الديمو على طول بشكل سريع. هنتكلم برضو على موضوع المسجنج والحاجات دي بعدين شويه. بس خلينا نقول دول كده الغلطات الشائعه اكروس البروسيس كلها. اوكي. خلينا نتكلم سريعا عن موضوع الثought ليدرشيب عمليا ازاي بيتعمل يعني. احنا زي ما قلنا احنا هنحدد ناس عندنا في التيم، في الفريق بتاعنا، اللي هم هيكونوا بيمثلوا اللي هم هنبني الخبره بتاعتهم، هم هيكونوا بيمثلوا خلينا نقول الشركه بتاعتنا قدام الجمهور المستهدف بتاعنا. اوكي. أم، فاحنا
اللي عايزين نعمله اول ما نحدد الناس دول، خلينا شخص او اتنين، معلش انا لو سامعين صوت عيال صغير في سويت عندي بيحصل، اوكي تمام. عايزين نعمل حاجتين. عايزين انه الشخص ده اللي عندنا في التيم او ايا كان عدد، ان هم ينشروا محتوى على لينكدين. تمام، ينشروا محتوى على لينكدين. وتاني حاجه ان هم يعلقوا على محتوى تاني، يعني يعملوا كومنتس على محتوى تاني جاي من ناس، من اشخاص تانية. اوكي. فالجزء الاول بتاع ان هو نشر المحتوى على لينكدين، هو ببساطة إن إحنا هنا بننشر، بنوري الخبرة بتاعتنا. فممكن يكون بننشر مثلا فيديو عن أنا بتكلم عن المشكلة اللي إحنا بنحلها، أو ممكن يكون بوست مكون من تكست فقط، أو تكست مع صورة، أو تكست كاروسيل، يعني أيا كان الشكل المحتوى عامل إزاي. بس هي الفكرة إن أنا بس أكون بنشر محتوى بيوري الخبرة بتاعتي. تمام. ممكن هنا نستخدم الإعلانات بتاعت لينكدين، هو لينكدين ادز، عشان نتأكد إن المحتوى ده بيوصل لنسبة أكبر من الناس. يعني هو عادة الاعتماد على المحتوى العضوي فقط، ولا الأورجانيك كونتنت، ممكن ما يوصلش للناس كلها اللي عايزين نوصل لهم. فالادز بتساعد في الحتة دي، يعني اللينكدين ادز. والخطوه الثانيه في سمارت ليدرشيب هي فكره ان احنا نعلق على محتوى تاني. الفكره الموضوع التعليق على محتوى تاني ده، هي انتوا كل تعليق بتسيبوه على محتوى تاني بيظهر على الفيد بتاع الناس اللي انتوا بتتواصلوا معاهم. تمام. فاحنا عايزين ببساطه ان انتوا يكونوا دايما في ظهور، بتظهروا دايما على الفيد قدام البروسبكتس اللي انتوا بتتواصلوا معاهم. اوكي. فممكن مثلا تعملوا لسته من اصحاب القرارات اللي انتوا عايزين توصلوا لهم، اللي هم اكتف، لما حد فيهم يحط محتوى على لينكدين انتوا تعملوا تعليق عليه. او ممكن تعملوا لستة من الناس اللي هم عندهم خبرة اوريدي في المجال بتاعكم، انه لما يحطوا محتوى برضو تعملوا تعليق عليه. اوكي. فده ببساطة الفكرة ازاي تبنوا ثought ليدرشيب على لينكدين. فاهم. وطبعا الحاجة الأساسية هنا فكرة الاستمرارية. يعني consistency هي يمكن الحاجة الوحيدة اللي أكبر مشكلة بتواجه الناس أو التيمز في الحتة دي بالذات، إن هي مفيش استمرارية في الموضوع. والاستمرارية هي اللي هتبني الألفة. يعني موضوع إن أنتوا تكونوا مألوفين لأصحاب القرارات دول بيجي من الاستمراريه في الثوت ليدرشيب بتاعكم. طيب، خلينا نتكلم سريعا عن موضوع الانتنت سيجنالز، لانه الانتنت سيجنالز ده هيكون مهم في انه ازاي نحدد من الجمهور بتاعنا كله مين الفئه او الشريحه اللي عندهم نيه عاليه، او عندهم هاي انتنت، او اللي هم ان ماركت. لا، انتوا اللي حصل في ال3 سنين اللي فاتوا يمكن انه، بالذات السنتين اللي فاتوا، انه كميه الادوات اللي طلعت اللي بتتيح لينا تتبع الحاجات دي بقى موجود بوفرة يعني. تمام. فاحنا دلوقتي ممكن بسهولة نقدر ان احنا نعمل تتبع مثلا لو في شخص جه يزور اللينكدين بروفايل بتاعي، تمام، صفحة البروفايل اللينكدين بتاعتي، او لو حد جه مثلا يزور الموقع بتاعنا، او لو حتى فاعل مع المحتوى بتاعي، او لو شركة عمل لها فاندنج مؤخرا، او لو شركة مش عارف حطوا اعلان لوظيفة مؤخرا. الحاجات دي كلها سهل ان احنا نعمل لها تتبع. التكنولوجيا موجودة، بس اللي ناس كتير مش موجود عندها هو المنهجيه حوالين الموضوع ده، انه ازاي يكون في منهجيه ان انا استخدم الحاجات دي ازاي. هل اي سيجنال تجي لي استخدمها واقول انه ده كده حد عنده نيه هاي انتنت، ولا يكون ايه بالظبط. فاحنا هديكوا واحده من الطرق ان انتوا يكون عندكم زي فريم ورك او منهجيه انه ازاي انكم تحددوا الناس اللي عندها هاي انتنت او الناس اللي ان ماركت باستخدام الانتنت سيجنالز اللي متاحه عندنا دي. اوكي. اوكي. فاحنا اول حاجه نعملها خطوتين مينلي. اول خطوه هنعملها ان احنا هناخد كل الانتنت سيجنالز اللي متاحه دي وهنقسمها ل3 فئات. اوكي. اول فئه اللي هو التير 1 ده، هو المؤشرات اللي بطبيعتها بتقول لي، او خلينا نقول انه بتقول لي ان الشركه ابتدت تحط موارد وابتدت تستثمر في ان هي تحل المشكله اللي انا بحلها. تمام. فمثلا لو انا نرجع تاني للمثال بتاع السوفت وير المحاسبه. لو انا عندي منتج اللي هو سوفت وير محاسبه، لو في واحده من الشركات عايزه استهدفها حطوا اعلان وظيفه لمدير محاسبه، يبقى انا كده عارف ان الناس دي ابتدوا يحطوا فلوس او ابتدوا ان هم يحطوا موارد علشان غالبا يحلوا مشكله انا ممكن اكون حابب احلها لهم. تمام. او مثلا لو مؤخرا مثلا هم ابتدوا يستخدموا تول معينه
التول دي مثلا انا بانتجريت معاها بسهوله. تمام. دي ممكن اللي هي جوب اوبننجز، هايرز، بروموشنز، نيو تك، الحاجات دي كلها بتنطبق تحت الفئه بتاعت البيلدينج، ان هم بيحطوا موارد ان هم يحلوا مشكله. الفئه الثانيه اللي هي الفورسنج فانكشنز تير 2 دي حاجه بتحصل، حدث بيحصل على مستوى الشركه كلها او ممكن على مستوى السوق كله، بتخلق ضروره او بتخلق urgency ان هم ياخدوا فعل بشكل سريع يعني. اوكي. فمثلا مثال، لو مثلا في شركه، نرجع تاني مثال بتاع سوفت وير المحاسبه، لو في واحده من الشركات اللي انا بستهدفها عملوا اي بي او، اعلنوا عن initial public offering ان هم هيكونوا شركه تتحط في البورصه، مش شركه خاصه يعني anymore. ممكن ده يكون حدث يخليهم عايزين ان هم مثلا يظبطوا المحاسبه عندهم، مثلا حاجه زي كده. او مثلا يطلع قانون في البلد مربوط بالكومبلاينس بتاع ما اعرفش المحاسبه للشركات. الحاجات دي بتخلق ضروره ان هم محتاجين ياخدوا اكشن بسرعه يعني. والفئه الثالثه هي confirmation. الفئه الثالثه دي هي عاده بتكون على مستوى اصحاب القرارات، مش مستوى على الشركات، مش مستوى الشركات نفسها. انه مثلا حد من اصحاب القرارات دول جه زار اللينكدين بروفايل بتاعي، او تفاعل مع محتوى انا حطيته، او عمل نشر محتوى على لينكدين بيتكلم عن صعوبة المشكلة اللي أنا بحلها مثلا، أو حضر إيفنت مربوط بموضوع المحاسبة. فاهم؟ فدي كلها أفعال على مستوى أصحاب القرارات، ممكن تأكد لي إن الناس دي يا إما بيبصوا عليا أو بيبصوا على المشكلة اللي أنا بحلها عامة. فاهم؟ دي كده أول خطوة، إن إحنا نقسم الانتنس سيجنالز المؤشرات. الخطوة اللي على اليمين بقى هي إن إحنا نبص على نماذج انه ازاي نجمع المؤشرات دي مع بعضها. فاهم؟ ازاي نبص على كذا مؤشر لما يحصل في نفس الوقت، ساعتها هقول ان الشركه دي عندها هاي انتنت. اوكي. فهديكوا مثال لثلاث نماذج او اركيتايبس. اول نموذج مثلا هيكون انه الشركه، خلينا نقول مثلا في ال 14 يوم اللي فاتوا حصل مؤشرين للانتنت. مثلا هم عينوا مؤخرا مدير محاسبه، وحد من الشركه دي زار اللينكدين بروفايل بتاعي. الموضوع ده المؤشرين حصلوا في خلال نفس المده الزمنيه، في مثلا في 30 يوم اللي فاتوا. لو دول حصلوا مع بعض في نفس الوقت، ساعتها انا هعتبر انه كده ان ده النموذج الاول حصل، ان الشركه دي بقت بتنطبق عليها النموذج الاول. فانا ساعتها هقول ان الشركه دي عندها هاي انتنت، فانا ممكن اعتبر الناس دي غالبا ان ماركت. طبعا هو موضوع الان ماركت ده ما فيهوش، هو مش علم واضح يعني، دي حاجه احنا بنحاول على قد ما نقدر بالوعي ان احنا نعرف نحدد اذا كانت الشركه دي فعلا ان ماركت ولا لا. النموذج الثاني هو يكون مزيج من انتنت في الفئه الاولى وانتنت في الفئه الثانيه. فمثلا ان الشركه مؤخرا مثلا اعلنوا ديجيتال ترانسفورميشن انيشيتيف، وكمان حصل تغيير في قوانين البلد مثلا بخصوص المحاسبه، مثلا الاثنين حصلوا في نفس الوقت. فبرضه ممكن ده يكون نموذج تاني ان الشركه دي هاي انتنت. والنموذج الثالث هو انه مثلا يكون الشركه حد من اصحاب القرارات نشر محتوى على لينكدين، عن المشكله اللي انا بساعدهم فيها او بحلها. بلس الشركه عينت مؤخرا حد في صاحب قرار في الموضوع ده. اوكي. فدي مجرد ثلاث امثله للنماذج، بس دي طريقه انا باستخدام الفريم ورك ده بقدر اقول انه اي حد هينطبق عليه هيخش في اي واحده من الثلاث نماذج دول، هعتبر انه الشركه دي هاي عندهم هاي انتنت، او ان الشركه دي ان ماركت. اوكي. ف فالخلاصه الموضوع ده ايه؟ انه كذا سيجنال على بعض مع بعض في نفس الوقت indicates انه في هاي انتنت. بس عاده لو في سيجنال واحده فقط حاصله لوحدها، عاده بيكون في انتنت بس مش عالي قوي، بيكون لو ميديوم انتنت. اوكي. فدي واحده من الطرق انكم ازاي تحددوا الماركت فيرسز الاوت ماركت يعني. تمام. خلينا ناخد اكسرسايز سريع. اللي عايزكم تعملوه انه احنا دلوقتي خلينا نعتبر احنا في عندنا حمله، وفي عندنا عملنا تتبع لانتنت سيجنالز. اوكي. والسيجنال اللي احنا عملنا لها تتبع او اشاره النيه هي انه واحده من الشركات اللي بستهدفها مؤخرا عينوا حد صاحب قرار انا عايز اتواصل معاه. بلس الشخص ده نشر محتوى على لينكدين بيتكلم عن السولوشن او المشكله اللي انا بحلها.
فخلينا ممكن نبص على المثال بتاع المحاسبة أو أي مثال أنتوا من خيالكم يعني. بس خلينا نقول إن إحنا عرفنا نتراك السيجنالز دي، إنه في شركة مؤخرا عينت صاحب قرار، وحد من الشركة دي اتكلم عن المشكلة اللي إحنا بنحلها. أنا عايزكم بقى تكتبوا أول سطر في في الرسالة اللي هتتبعت لصاحب القرار ده، هتكون إيه بالظبط صيغة السطر ده. هو بس مجرد سطر مكون من 10 15 كلمة. بس كنت حابب اشوف امثله يعني ايه اللي هتكتبوه بالظبط. ده مش امتحان يا جماعة، مفيش حاجة، مفيش إجابة صح ولا غلط. بالظبط بالظبط. طارق مش هيطلع حد على المسرح، ما تقلقوش يعني، مش اكتبوا. عايز. طيب أنا على بال ما الناس ما تكتب، كنت عايز أسألك على حاجة في الحاجات اللي فاتت. اي بليف بتتسأل كتير والناس بتتكلم عليها، هي فكرة الثوت ليدرشيب كونتنت. ناس كتير قوي بتبقى بتفكر ان هي تكتب الكونتنت من الاكونت او الكومباني بيج بتاعتها على لينكدين. في بقى مدارس مختلفة بتقول لا، يعني خلي دايما الفاوندر او اكتر حد فاميليار للناس او عنده بريزنس هو اللي يتيك الحتة دي اكتر. وفي ناس بتقول لا، اللينكدين يعني الناس مش بتبص على الاكونتات او الكومباني بروفايلز او الكونتنت بتاعها اكتر. فالانبوت بتاعك هنا ايه على بال ما الناس ما تكتب المسج؟ سوري سوري. اوكي. انا النصيحه في الحته دي انكم تنشروا المحتوى، يعني 90% من المحتوى اللي هينتشر من يتنشر، او التركيز يكون على البروفايلز بتاعت الاشخاص، مش صفحه الشركه. ممكن تحطوا محتوى على صفحه الشركه، بس خلينا نقول 90% من التفكير والاستثمار الوقت والحاجات تكون رايحه على بروفايلز الاشخاص، مش بس سيمبلي لانه المحتوى اللي جاي من الاشخاص، وده بيزد على ارقام يعني وبيانات، انه التفاعل بيكون اكتر والحجم الوصول المحتوى عضويا بيكون اكبر لو جاي من بروفايل عن انه صفحة شركة يعني. وحاجة برضو عايز اقول لك عليها، انه المحتوى بصراحة لان في ناس كتير بتقلق من المحتوى يكون منمق ويكون شكله كوربريت كده وبتاع شيء. بصراحة كل ما المحتوى كان شكله جاي من شخص مش من شركة، كل ما كان أحسن. يعني انتوا الموضوع في صالحكم، ان انتوا فعليا مش محتاجين تستثمروا كتير في التصميم والحاجات. انتوا فعليا لو صورتوا بالتليفون بإيديكم، حطيتوا محتوى، الحاجات دي بتشتغل أحسن اكشلي يعني، لأنه الناس خلاص زهقت الناس بقى عندها فتيج من المحتوى بتاع الشركات المجعلص فمش محتاجين الحاجات دي يعني. يعني الناس بس عندها الامبوستر سيندروم، دايما بيبقى خايف ان المحتوى يجيب تفاعل او لا. صح صح 100%. وبصراحة الناس بتحط وزن كبير قوي للمنشور الواحد، بس المنشور الواحد ايه، انتوا محتاجين تحطوا عشرات ومئات المنشورات فعليا. فهو الاستمرارية حتى يمكن أهم من جودة كل منشور يعني فعليا. تمام، احنا عندنا هنا شوية إجابات. اوكي. مين مين يحب يورينا يحكي عن ولا مفيش عندنا ميوت هنا؟ ممكن صح ميوت. لا عادي، ينفع انميوت. لو حد عايز يتطوع ويبريزنت لينا السطر بتاعه ممكن، او لو مش كده ممكن انا اقراه خلاص يعني حسب راحتك. يلا. محمد حنفي معانا. محمد حنفي، انت انهي واحد هنا؟ اظن دي، بس عشان نلاقيه يبقى محمد حنفي. نلاقيه في وسط الجمهور كله. اظن انه دي بتاعتك يا محمد. Dear sir, regarding the issue you are facing these days, we want to present our solution to solve this issue, and we'll be happy to have a quick meeting to discuss our solution and explore previous issues we saw before. Okay. لا، مش انت. اوكي اوكي تمام. آه
طيب خليني انا هقرا كام واحده من هنا وبعدين موف اون، بس عشان الوقت. في هنا بتقول so your recent post on LinkedIn I thought I reached out with an idea. Okay. I came across your recent post on LinkedIn about the AI. It's fascinating to see how AI technologies are being used to create impactful solutions. اوكي، فالثلاثه اللي قريتهم في يعني خلينا نقول ثلاثه approaches. من بس الثلاث رسائل اللي شفتهم دول. اول ابروتش هنا يعني واضح فيه هنا انه التركيز الاكبر على السولوشنز اللي احنا بنقدمها، مش قوي الحاجه اللي هم بيمروا بيها. احنا واحده من الحاجات اللي هتكلم برضه في السلايدز عليها اللي جايه، ان احنا عايزين عاده في التواصل في الرساله ان يكون اولا الكلام اقل حاجه ممكنه، اقل حاجه توصل المفهوم يعني، ويكون التركيز اكتر على هم الحاجه اللي هم بيمروا بيها او المشكله اللي هم عندهم او ايا كان، او انه ازاي هم يبقى عندهم فاليو يعني من اي نوع. فده بس كنت كومنت عايز اقول عليه. هنا الابروتش اي ثينك، مش فاكر انهي واحد. اوكي، الابروتش ده مثلا ده كلام قليل which is تمام وكويس إنه ما يكونش فيه رأي كتير. So you reached the post on LinkedIn. I thought I had reached out with an idea. ممكن يكون الحاجات دي برضو ما فيهاش صح وغلط علميا قوي بصراحة. الحاجات دي كلها الواحد بيجرب ويشوف اللي بيحصل، بس أنا بقول لكم الحاجات ال- اللي بيزد على يعني الاكسبيرينس والحاجات اللي اشتغلت وكده. آم، ممكن دي تكون مبهمة سنة. يعني ممكن تكون مبهمة بزيادة سنة، لأنه برضو خلي بالكم في حاجة، الناس دي بيوصل لها رسائل بالهبل من ناس كتير مختلفة. وعلى فكره في حاجه برضو، ان الناس عاده ما بتردش عليكم مش معناها ان هم مش عاجبهم الاوفرنج بتاعكم. ممكن في احيان كتير قوي بيكون ناس مشغوله، يعني هم سيمبلي عندهم 70,000 حاجه شغالين فيها فما ردوش عليكم. اظن الشغل في الاوت باوند بيخلي الناس عندها توليرنس يعني مش بتتضايق بسهوله. الناس اللي بتشتغل في الاوت باوند عادي ممكن يحصل لها ريجكشن وبتاع، مش مشكله عندهم، لانه مش بيبقى حاجه شخصيه يعني. تمام، خلينا نحكي سريعا كده على المسجنج وازاي نابروتش المسجنج عامه. احنا الابروتش بتاعنا في الاوت باوند كوبي، سواء احنا بنريتش اوت لناس ان ماركت او اوت ماركت، ان احنا عايزين نخلي الموضوع سهل قوي على الشخص التاني ده ان هو يقول لي يس. اوكي، يس على ايه بالظبط ايا كانت بقى، يعني ايا كان اليس، سواء هو يس على مقابله ديمو، او يس على ان نبعت له حاجه، او يس انه اوكي خلينا ندردش. تمام، يعني عايز اخلي اليس سهله جدا عليهم. اوكي، لو هم يقدروا ان هم يردوا في لاين واحد بسهوله من غير ما يفكروا، ده كده احنا عملنا شغل تمام يعني. فانا هشير معاكم كده سريعا حاجه. الفاليو ايكويشن دي من واحد امريكاني كده بياع من اللي هم انت عارفه يعني غالبا اليكس هرموزي. اه الله، اليكس هرموزي ده عمل كتابين وهو عنده شركه كبيره وبيبيع ملايين البتاع. هو بيزيكلي عمل زي كده ايكويشن بيحكي انه ازاي انت تدي قيمه للشخص اللي قدامك، ازاي تدي له قيمه لصاحب القرار ده ايا كان. فالايكويشن كالاتي يعني، او المحاسبه كالاتي، ان انت عايز تحاول تزود بعض الحاجات وتقلل بعض الحاجات التانية. الحاجات اللي عايز تزودها ايه هي؟ الحاجات دي كلها في عقل حاجات كلها نفسيا يعني سيكولوجيا بالنسبه للشخص صاحب القرار اللي هتوصل له رساله يعني. انت عايز تزود الدريم اوتكم. اوكي، عايز انك تبين له ان النتيجه اللي انت هتديها له نتيجه كبيره. تمام، وعايز تزود احتماليه انه النتيجه دي تتحقق في دماغه، يعني عايز توري له ان قد ايه النتيجه الكبيره دي فعلا هتتحقق، مش اي كلام يعني. وعايز تقلل ايه؟ عايز تقلل الوقت اللي انت هتوصل له فيه النتيجه دي. اوكي، اللي هو التايم ديلي. وعايز تقلل المجهود او اي تضحيه من ناحيته هو. تمام، فانت لو عرفت تزود الاوتكم وتزود احتماليه انه يحصل، وتقلل الوقت اللي هيوصل له فيه، وتقلل اي شغل عليه هو، او اي جهد عليه، كده انت عرفت تديله قيمه. اوكي، فانا هديكم مثال عملي للموضوع ده. خلينا نقول مثلا انا صاحب شركه بتاعت اوت باوند مثلا وجي تي ام والليله دي كلها. فانا دلوقتي بتواصل مع واحد، هقول له كالاتي، هقول له we will build you a list of 50 companies. خلي بالك احنا هنا بنتكلم في نطاق شركه بتاعه ليد جنريشن مثلا وكلام من ده، فهو في الاخر الشخص ده اللي عايز يوصل له ايه؟ هو عايز في الاخر يكلوز ديلز مع ناس.
فاحنا هنقول له I will build you a list of 50 companies. هنعمل لك ليست مكونه من 50 شركه كلهم عندهم intent signals, high intent signals. هنبعتها لك في خلال 48 ساعه، وانت مش محتاج تعمل اي حاجه، مفيش اي سيت اب ريكوايرد من ناحيتك. اوكي. لو جينا نبص على الاربع عناصر اللي احنا حكينا عنهم، الدريم اوتكم هو كواليفايد ليدز، وواضح جدا هنا احنا بنقول له احنا هنجيب لك 50 شركه مكونه كلها عندها انتنت سيجنالز. اللايكلي اللي هو احتماليه ان ده يحصل ايه، اللي بيساعد في الحته دي احنا بنديله رقم معين، نقول له هنجيب لك 50 شركه عندهم انتنت سيجنالز، فانا كده زودت له الدريم اوتكم واحتماليه انه ده يحصل، خليت الموضوع واضح لي بالنسبه لي يعني. وبالنسبه للتايم انا قلت له بس في خلال يومين هيوصل الموضوع، فقللت الوقت على قد ما اقدر. ومن ناحيه الافورت مفيش اي مجهود من ناحيته، يعني هو فعليا الشخص اللي توصل له الرساله دي مش خسران اي حاجه، بالعكس هو يعني اوكي يلا اعمل لي ده، ابعت لي 50 شركه عندهم هاي انتنس سيجنالز في خلال يومين وانا مش محتاج اعمل اي حاجه، ده تمام. فده مثال ازاي ان احنا لما نتواصل مع حد نديله فاليو. اوكي. موضوع الاوفرز بقى دي، ده يعني بحر من الحاجات اللي ممكن تفكروا فيها، فانا عملت لكم هنا لسته من الحاجات في الصفحه دي واللي بعدها، او السلايد دي اللي بعدها، ان انتوا افكار في ايه بالظبط وات تو اوفر. اوكي. فدي ممكن تبقوا تبصوا عليها في وقتكم يعني بعد انا برضو هبقى ابعت لكم السلايدز دي عشان تبصوا عليها، بس دي كلها افكار ممكن تفتح لكم برضو افكار تانية يعني. فاحنا عشان نريكاب الموضوع in a nutshell، اللي بيحصل ايه، ان احنا اول خطوه بنبيلد الاكونت ليست، بنحدد الباينج كوميتي فيها. الخطوه تاني ان احنا بنبتدي نكسبوز الخبره بتاعتنا والثوت ليدرشيب من خلال البروفايلز بتاعت الناس عندنا في الشركه. بنعمل الموضوع ده بشكل كونسيستنت باستمراريه، ممكن نستخدم ادز عشان نوسع حجم الوصول بتاع المحتوى ده للناس. وبعدين في الخلفيه بنعمل تراكنج لاي مؤشرات للنيه اللي هو الانتنت سيجنالز، وبنستخدم الفريم ورك اللي حكينا عنه بتاع النماذج المختلفه عشان اعرف مين بالظبط الهاي انتنت مين الاوت ماركت. وبعدين في الاخر بريتش اوت للناس بالرساله الصح في الوقت الصح لكل شخص يعني، بشكل personalized يعني. بس ده كده بالرؤيه عليا. طبعا تطبيق الموضوع ده بيطلب بقى حاجات كتير قوي، وفي تكنيكال حاجات كتير وتولز ومش عارف ايه، بس انا ما حبيتش اخش في تفاصيل التكنيكال خالص، انا بس حبيت اوريكم ايه اللي ممكن تقدروا تعملوه وايه شكل الموضوع من رؤيه عليا يعني. بس ده كده السيشن، زي ما قلت اسيب في الاخر 10 دقائق عشان لو في اي اسئله. انا معاكم. ماشي. ممكن تكتبوا الأسئلة في الشات وطارق يعني will take them على طول. أنا كان عندي شوية أسئلة، فبرضه أنا يعني ببقى عارف إيه اللي ممكن بيدور في دماغ الناس اللي على بال ما الناس ما تكتب. هي فكرة إن سنس إن في ناس كتير ما بيبقوش أكتف على لينكدين. ازاي اقدر انشور ان هم يشوفوا الكونتنت او يتفاعلوا معاه او كده؟ يعني هل برضه في فريم ورك للكتابه في الكونتنت؟ استراتيجيز؟ انا عارف ان هي لونج تيرم جيم، الكونتنت ده دايما مش من اول مره بتضرب معاك، فانت يو نيد تو بي فيري كونسيستنت في القصه دي، فانا فحابب اعرف منك اكتر يعني في الحته دي. مم. بالنسبة للناس اللي هم اللي عايزين يطبقوا الموضوع ده بس مش اكتف، صح؟ الناس اللي هم بطبيعتهم مش اكتف على لينكدين وجداد على الموضوع، هو بصراحة النقطة دي بالذات هي يمكن أكتر نقطة بتمثل صعوبة في تطبيق الموضوع ده كله. هي بس نقطة إنه إزاي أنا أكون عندي ازاي اخلي في استمراريه في الظهور بتاع لينكدين، بالذات إن في ناس بتبقى طبيعتها اصلا مش ان هي بتحط نفسها بره كده يعني. في ناس بتحب، في ناس شويه تكون انطوائيه حتى ما بتحبش ان هي تحكي كتير ده. الموضوع ده هيحتاج يعني وقت على ما الشخص يوصل له، بس احنا ممكن عمليا لو مثلا تحطوا نفسكم زي تارجتس او يعني حاجات عشان نخلي موضوع التطبيقيا يعني شويه سهل. انتوا عايزين لو عرفتوا انكم توصلوا انه تكونوا كل اسبوع بتعملوا مثلا منشورين في الاسبوع، وكل يوم مثلا تسيبوا تعليق واحد على منشور، اي منشور تاني. لو عرفتوا توصلوا للسيستم ده كده، البيس ده هيبقى تمام جدا يعني. انتوا مش محتاجين اكتر من كده. وفعليا لو انتوا عندكم سيستم بيساعد ان هو يطلع لكم افكار للمحتوى، والاي اي ممكن يساعد كتير في الحته دي. خلي بالكم هو الاي اي مش هيكتب لكم الحاجات بس، هيعمل لكم كل الريسيرش والشغل والافكار بشكل كلها، ممكن الاي اي يعملها بصراحه يعني، مش محتاجين. فانتوا فعليا في اليوم مش هتبقوا اكتر من ربع ساعه في اليوم. فعلا لو انتوا بنيتوا سيستم يقدر يطلع لكم افكار دايما،
انتوا مش اكتر من ربع ساعه في اليوم. بس هي الفكره بقى انه لازم كل يوم ربع ساعه لحد ما لحد ما تسيب الشركه دي وتمشي. ف فده كبدايه كبيس. من ناحيه ايه بقى انواع الكونتنت، ده موضوع كبير وفيه تفاصيل كتير، فممكن يعني نبقى نحكي فيه ممكن في جلسه تانيه او حاجه كده. حلو. بص بقى، في سارة عبد الهادي كاتبة الستاك. بص الكلام انجليش على عربي فالحاجة مقلوبة. اوكي. التاك ستاك عشان بتسأل الديتكت، اوكي. بص. الديتكشن للانتنت سيجنالز. بص هو في اوبشنز كتير بصراحه، بس خلينا نقول يعني، خليني ارجع تاني على الحته اللي هي بتاعت الثلاث فئات دول. خلينا نقول الليسته اللي هنا دي كده، اوكي. الليسته اللي في النص، تاني واحده دي، لحد كبير هيكون ممكن ممكن لحد كبير اي ايجنت مثلا يقدر ان هو يعمل ويب ريسيرش، بس يطلع على الانترنت ويعمل ريسيرش، اوكي. لو مش عايزين تعملوا موضوع الايجنتس والكلام ده، لو شويه معقد، ممكن تروحوا لبعض التولز اللي هي اوريدي بتعمل الموضوع ده بشكل نيتف يعني، زي مثلا كلاي. ممكن كلاي تساعد في حاجه زي كده. لو شويه مكلفين ممكن تحاولوا تروحوا على تولز تانية زي في تولز كتير بتعمل الحاجات دي يعني. ممكن مثلا تريجيفاي، تول تانية ممكن تكون أقل تكلفة شوية، تكون بتعرف تعمل الموضوع ده. بس خلينا نقول إنه الجزء التاني ده مينلي كده. الجزء الأول هو مينلي هيكون كومبينيشن من داتا على لينكدين وداتا بره، حاجات ويب ريسيرش. فبرضه ممكن كلاي يساعد فيها، أو تول زي تريجيفاي ممكن تساعد فيها. الجزء الثالث ده هيكون مينلي كومبينيشن من لينكدين، داتا على لينكدين، وموضوع الويب سايت، انكم تتراك الناس اللي بتيجي عندكم على الويب سايت. موضوع التراكنج الويب سايت ده فيه تولز مختصه في الموضوع ده بالذات، زي وورملي او فيكتور او فاكتورز دوت اي اي. اظن دول كلهم بيعملوا موضوع انك الناس اللي بيقولك على الويب سايت تعرف مين هم الشركات دول. بالنسبه لللينكدين، في تولز متخصصه في ده زي تيم فلونس، او ممكن في مين تاني يا ربي، في كذا حاجه من النوعيه دي. تيم فلونس، في تريجيفاي شخصيا ممكن برضو. فيعني هو موضوع الستاكينج والتول ده موال تاني، وفي كذا طريقة وكذا ابروتش. ممكن انا at some point بعدين لو قررنا نعمل ان شاء الله ممكن جلسات تانية، ممكن اشوف انه تعمق اكتر في الحتة دي يعني. um, if we target B2C what will change. يعني حاجات كتير هتتغير، بس لان احنا هنا الكلام ده كله بينطبق على مش بس بي تو بي، لكن بي تو بي بيستهدف انتربرايز يعني، ده فئة جوه البي تو بي بالذات. فبي تو سي موال تاني خالص. ف I think ممكن يعني يبقى ليه كلام مختلف تماما. آه انا بقدر اوصل للعميل بشكل كويس، بس عن الادز، طريق الادز عن طريق المحتوى بلاقي صعوبة، فده البيزنس بتاعي بي تو بي، اوكي. فانت بتوصل من الادز بسهولة، بس بالمحتوى صعب الموضوع، قصدك صح؟ بص هو الحلو في الكلام اللي هتكلم فيه النهارده انه الادز هي مستمدة من المحتوى يعني انت بتحط محتوى من البروفايل بتاعك، وبعدين بتران ادز باستخدام المحتوى ده. تمام. في كده لينكدين عنده نوع من الادز معين اسمه ثوت ليدر ادز. هو بياخد محتوى البروفايل عامله ويران ات كاد يعني، تمام. فهم هيكونوا مربوطين ببعض فعليا، المحتوى والادز هنا. ايه التول اللي ممكن تعمل بيها تراكنج على لينكدين خصوصا لاكونت شخصي؟ تراكنج لانهي مؤشر بالظبط قصدك؟ I think تراكنج of للفيزيتورز. الفيزيتورز ممكن تيم فلونس تعمل الموضوع ده. ممكن في تول اسمها يوني بايل، بس دي بتحتاج انكم تربطوا الاي بي اي مش عارف ايه. فاظن تيم فلونس هتكون اسهل، بس هي شويه مكلفه الصراحه تيم فلونس. هدى. ايه ده هدى؟ ده كده هدى. نعرف هدى كمان. Okay, I decide which ones in the company I use for thought leadership because I'm always worried that whoever I use might leave the company. Okay, and take all the corrections and measures them. فاهم قصدك. والله بصي، هو الموضوع ده هو ريسك موجود الصراحة. هو يفضل إنه الفاوندر يكون موجود في الموضوع، أو السي او يفضل كبداية. آم، ويفضل يكونوا ناس يعني. بصي هو الريسك ده موجود بلا شك، كده كده موجود. ف بس أنا هقول لك إنه الفايدة اللي هتيجي من نشاط الناس دول أكبر من الريسك بتاع إن حد فيهم يمشي فعليا. فأنت لو عندك مثلا
اتنين تلاتة أربعة في الشركة، كلهم سينيور وكلهم يعني ستيك هولدرز مهمين في الشركة، كلهم اكتف. لو حتى حد واحد منهم مشي، اتليست في عندك ناس تانيين. لو في سيناريو ان كلهم مشيوا including الفاوندر، يبقى ساعتها الموضوع يبقى ساعتها كله هيروح غالبا. بس انا هقول لك يعني ان الريسك ده موجود كده كده، وبصراحه الفاليو اكبر من الريسك، يعني الفاليو بتاعت الاكتيفيتي بتاعتهم. I believe ان آه في سي ار امز دلوقتي بتربطها باللينكدينز اللي التيم ممكن يكونوا بيستخدموا فيها اوت باوند او كده، والديتا بتبقى سيفد على التولز دي. اي ثينك في آه مثلا سي ار ام اللي هو طالع اسمه كلوز، اي جس. مم. او حتى التولز اللي هي زي هي ريتش او كده بتكيب الكونفرزيشن جوه البلاتفورم. فحتى لو الشخص ديسكونكتد الاكونت بتاعه، الكونفرزيشن بتفضل جوه. مم. هو هو فعلا زي ما ايهاب كان بيقول، انه مهم انه الشخص اللي هيعمل الاوتريتش هو يكون الشخص اللي بنعمل له الثوت ليدرشيب ايديلي. لانه خلي بالك، هو في الاخر انا اللي عايز اعمله انه لما بروفايل يبعت لصاحب قرار، ان يكون البروفايل ده بالذات مألوف فيفضل انه يكون نفس البروفايل. tools for intent. تمام. يعني بص، زي ما قلنا على موضوع التولز بتاعت الانتنت، هي ميكس من كذا حاجة. أنا شخصيا مثلا بستخدم آم، بس بستخدم كلاود كود إنه يعمل جزء كبير من الويب ريسيرش ده. والحاجات بتاعت لينكدين بتكون ممكن على يونيبايل، وممكن تريجي فاي في بعض الأحيان، بس هم شوية مكلفين فببعد عنهم يعني. بس ممكن موضوع التك ستاك ده كله نبقى نحكي فيه I think في وقت تاني تفصيل أكبر يعني. The message of the KPIs that matters the person I'm reaching out to, or if I'm running a LinkedIn ad, how can I make the message relevant to an industry level? Listen, how do you have a proper tracking of intent? اوكي، هو موضوع التراكنج بتاع الانتنت في كذا سؤال عليه. آم، بص، يعني موضوع الادز، هو لما كان ايهاب بيحكي على موضوع انه المسج تكون مربوطه بالكي بي اي بتاع الشخص او البين بتاعه. يعني هنا بنتكلم في نطاق الاوت باوند، ان انا ببعت 1 تو 1 مسج لحد سواء على ايميل او لينكدين. بس في حاله الادز طبعا، لان الموضوع مش بيبقى 1 تو 1 unless، لا اكشن ما فيش موضوع 1 تو 1 في الادز. ففي الادز الموضوع هيكون شويه يعني حسب تقسيمه الكامبينز عامله ازاي. بس ما فيش موضوع ال1 تو 1 ده تماما في الادز يعني. هيكون اتليست انه مثلا ممكن الشركه دي يكون ليهم مسج معين، او الاندستري يكون ليها مسج معين او كده. بس ما فيش قوي موضوع البيرسوناليزيشن 1 تو 1. يعني لينكدين اد عندهم بعض البيرسوناليزيشن، بس حاجات بسيطه ممكن على الفيرست نيم وعلى اسم الشركه فقط. بس الحاجات دي مالهاش دعوه بالكي بي اي او الكلام ده. How to make our LinkedIn messaging attractive to the prospects so we can book a meeting with them directly. What's the correct format to use with clients؟ يعني بص، هو زي ما حكينا في موضوع في موضوع المسجنج هنا، ان احنا عايزين نحاول يعني نفتح باب معاهم في المسج. احنا في الاخر معظم الاحيان الاوت باوند مسج مش هتقفل ديل ساعتها، او حتى ممكن ما هم نوت بوك ميتنج في ساعتها، بس اتليست انه يفتح باب للنقاش معاهم. لو عرفتوا تعملوا كده، ده كده نجاح تمام للاوت باوند كامبين. يعني احنا بالذات في الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده، فكره انه حد يبوك ميتنج على طول من اول مسج توصل له دي بتحصل كتير يعني خالص. فاستخدام بقى الاوفرز دي والحاجات دي بتساعد ان هم تفتحوا حوار معاهم، يعني ان هم يكون عندهم شويه انترست. Since most of the companies you work with are software companies, do you rely on LinkedIn ads with cold outreach, LinkedIn plus email? لينكدين ادز والاوتريتش اللي هو مزيج من لينكدين وايميل هم مهمين، يعني دول الاساسيين بصراحه. حتى الايميل بيبقى في بعض الاحيان، حتى مش دايما في كل الحالات. بس ده في حاله انه الاستهداف هو الشركات انتربرايز. تمام. ممكن في بعض الاحيان في واحده من الحاجات اللي ممكن تتعمل برضو، ان انتوا لو عندكم لسته من الناس عايزين تستهدفوهم على ادز عامه، لو جبتوا البيرسونال ايميلز بتاعتهم ممكن تستهدفوهم على ميتا. تمام. فانتوا فعليا اللي بتعملوه ان انتوا بتستهدفوا على ميتا ادز اصحاب قرارات جايبين الداتا بتاعتهم من لينكدين. تمام. بس الفرق ايه بقى في ميتا ادز؟ انه تكلفة الميديا اقل يعني هناك، فانتوا ممكن تكابتشر مثلا صاحب قرار على ميتا بتكلفة اقل من لو عملت له كابتشر على لينكدين. تمام. بس ده بيكون يعني زي ما بنقول اكستنشن لينكدين ادز. وطبعا في سيرش ادز، لو في عندكم كويريز معينه، كلمات بحث
relevant جدا للي انتوا بتعملوه، ممكن وفي مجال في البادجت ممكن الموضوع ده يشتغل. In terms of food ingredients and agri-commodities, what's the average budget monthly for the صعب قوي بصراحة نحط monthly budget بشكل مبهم كده. احنا لازم يكون في تفاصيل كتير، لازم نعرف ايه حجم الجمهور اللي انتوا توصلوا له، في انهي اسواق بالظبط، في انهي ماركتس، ايه الجول بتاعك والهدف بتاعك، وبعدين ساعتها بنحدد البادجت. Should you always stay away from reaching out to no local اوكي، لا تمام، سؤال كويس. اكشلي احنا عايزين الاوتريتش بتاعنا يوصل للان ماركت والاوت ماركت، هي بس الفرق انه الصيغه مختلفه تماما. فالناس اللي هم اوت ماركت ممكن مثلا، يعني هقول لك الفرق سريعا، ممكن الان ماركت يكون سلسله الرسائل مثلا مكونه من ثلاث اربع مسجات في نطاق مثلا اسبوعين. بس الناس في الاوت ماركت، ويكون الهدف بتاع الان ماركت ده ان انت تحاول تبوك كول معاهم. بس الاوت ماركت ممكن الرسائل تكون مثلا رسالة واحدة كل أسبوعين ثلاثة، ويكون الهدف بس إنكم تشير حاجات قيمة فاليو فقط، مش مفيش كول تو أكشن إن هم تبوك كول معاكم يعني. لحد ما يعملوا بقى هم ينطبق عليهم نموذج من نماذج الانتنت، ساعتها ممكن يروحوا على الان ماركت. بس رد على سؤالك، أنت actually you're reaching out للاثنين، بس بصيغة مختلفة يعني. أوه. أظن كده اداني بس خلصنا كده. أوكي. سؤال على البرايفت، وقلت it's worth mentioning لان it's a أوكي. nice question. بيسأل على ان التولز اللي هي بتدي انونمايز الشخص اللي بيفيزيت الويب سايت، ان هي غالبا بتجيب الكونتاكت لو هو في امريكا، بس لو بره امريكا مش بتشتغل قوي. فهل في اي تولز او في اي استراتيجيز تعرف بيها مين الشخص اللي زار الويب سايت عندي، غير الحاجات اللي هي ارم بي تو بي او ما شابه من التولز؟ والله بص، هيبقى صعب شوية إن إحنا نحدد لو هما بيدينا اسم الشركة فقط. هيبقى شوية صعب إنه نحدد unless يعني ممكن واحدة من الطرق مثلا إنه لو أنا مثلا let's say عملت لاندنج بيج على الويب سايت، لاندنج بيج منفصلة عن الويب سايت، واللاندنج بيج ببعت لها ترافيك جاي من كامبين معين على لينكدين، وأنا الكامبين على لينكدين ده مستهدف وظائف معينة فقط. امم. ممكن ساعتها لو عرفت بقى أعمل دي أنونيمايز على اللاندنج بيج، إنه الناس دي غالبا الدوكيومنت بتاعتهم كده. اوكي. ميك سنس. حلو قوي يعني. a lot of wisdom. thank you so much يا طارق، بجد يعني مبهر كالعادة. الله يخليك. الله يخليك. we would love to have you تاني معانا. يعني أنا شايف إن في أسئلة كتير ليها علاقة بقى بالتك ستاك وإزاي نقدر نوركستريت الدنيا. ف I think we can do another one بناء على طلب الجماهير. ثانك يو سو ماتش. انا بس حابب اعرف الناس، خالص. عشان ناس كتير سالت. السيشن دي متسجله، احنا كده كده بنرفعها وبنبعتها لكل الناس اللي حضرت او ما حضرتش. أم، احنا زي ما احنا عارفين، احنا عاملين كل خميس سيشن بنتكلم فيها على حاجات بقى انترستنج ليها علاقه ب الليد جنريشن، الجو تو ماركت، سيلز، بي تو بي، سموها زي ما تسموها. ودايما بنجيب ناس جامده يعني زي طارق وغيرهم. لو حابين تعرفوا اكتر يعني بليز ساين اب معانا على النكست سيشنز. وثانك يو سو ماتش يا طارق بجد. يعني if you have a final input او حاجه عايز تقولها للناس go ahead. if not we will wrap خالص up والله، انا شرف ليا ان اكون معاكم النهارده، وشكرا يا هبه على الدعوه، ويا رب يكون في قيمه وتقدروا انكم تطبقوا الحاجات، ما تبقاش بس اتفرجتوا على نتفليكس وخلاص يعني. ان شاء الله يكون في تطبيق بعدين. لا انا بالنسبه لي it's an edutainment يعني. اه. يعني you are educating and entertaining. انت صراحه طريقتك very simplified، فسهله على الحد ان هو يقدر يستوعبها. طارق ساب اللينكدين بروفايل بتاعه في الشات. بليز بقى جو اهيد سبام هيم في الاسئله بتاعتكم. لو حد برضو عايز يجرب الراجل ده يعني ثقه وعمل شغل جامد جدا. I trust his work. ثانك يو سو ماتش يا طارق على شكرا وقتك. يا بالتوفيق ان شاء اشوفك الله. تاني. شكرا. والسلام عليكم. مع السلامه. باي باي.